العلاقات. كلنا عايشين مع بعض في سيركل واحدة، فدايما في بينا علاقات. كتير من الاستشارات او جلسات الريليشن شيب كوتشنج اللي بعملها او في العلاقات بين الزوجين، بلاقي دايما الست بتيجي سواء تحضر كورس معايا او تاخد تقول لي انا عايزه اخد الكورس عشان اعرف اغير جوزي. تيجي واحده في استشاره تقول لك انا جوزي عامل فيا وعامل فيا وعامل فيا وعامل فيا وعامل فيا. فاحنا دايما في العلاقات بنشوف دايما الطرف الاخر هو اللي فيه المشكله، وبنغفل تماما عن المشكله اللي عندنا. فدي حد مثلا لو انت قاعده معاكي صاحبتك وتقول لك والله انا جوزي بيعمل فيا وبيعمل، فتيجي تقولي لها طب لا، تقول لك لا انا تمام، انا غلبانه وانا ما فيش وبتاع. تيجي تسمعي من الزوج تنخضي، اللي هو ايه ده، هو كلام مختلف تماما. اللي انا عايزه انوه بس عليه هنا ان احنا دايما بنهتم نطور علاقتنا. لو انا عندي علاقه وانا شايف ان فيها مشكله، لازم الاول ابص لنفسي، اشوف ايه الاخفاقات اللي انا عاملها، طريقه كلامي، اسلوبي، التعامل بتاعي. يعني في سمه كده سائده عند معظم الستات، السمه دي هي النقد. كنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت. النقد ثم النقد اللي هي ايه؟ اللي هي لو جوزها عمل حاجه او جاب حاجه لازم تنقد الحاجه اللي هو عملها، ترجع تقول لا انا مش بعمل حاجه، جوزي هو اللي مهملني، جوزي هو اللي كذا، جوزي هو اللي كذا. طيب فاذا حته مهمه، لو عايزه احسن علاقاتي بحد لازم ابدا رقم 1 اشتغل علاقاتي بنفسي. لو عايز احسن علاقاتي بحد لازم رقم 1 اشتغل على علاقتي بنفسي. الاول لازم اظبطني انا من جوايا، اشوف المشاكل اللي قدامي، اسمع للناس اللي شايفه علاقتنا، اسمع للكلام اللي ممكن الطرف التاني بيقوله. يعني لو انا راجل، اسمع للكلام اللي مراتي بتقوله. هل انا فعلا مهملهم؟ هل انا فعلا ما بقعدش معاهم؟ هل انا فعلا مش بديها الاهتمام الكافي؟ ولو انا ست بسمع للكلام الزوج، اسمعه ببعض من الحكمه. انا مش بسمعه عشان خاطر اقول لا انا مش فيا الكلام ده، انا عايزه اسمعه واشوف وانا بتعامل بيه هو عامل ازاي. لما زوجة يقولها انت بتنقضيني كتير، انا ما بحبش اقعد معاكي عشان انت مثلا بتقعدي كئيبه، بتقعدي تتخانقي، بتقعدي تتكلمي في حاجات تضايق. فلازم ابص بنظره كده اوت اوف ذا بوكس، من بره الصندوق. هل انا فعلا بنقد كتير؟ هل انا فعلا بعمل كذا؟ فدي حته مهمه جدا. لو انتوا كوتشز او ناويين تشتغلوا مع كوتشز او انتوا عندكم عايزين تشتغلوا على نفسكم، وخصوصا في موضوع العلاقات، لازم تبصوا كويس قوي ان العلاقه ليها طرفين. فعمر ما هتبقى المشكله من طرف واحد، دايما المشكله بتحصل من طرفين. فدايما ببص الاول ببدا بنفسي، ببدا بالطرف بتاعي انا الاول، ببدا بطرفي، ببدا بيا، بشتغل على نفسي واحل مشاكلي. عايزه اقول لكم على حاجه، ان في كتير وانا مش متحامله على السيدات لان انا ست، بس انا كتير بشوف سيدات نشتغل معاها، مجرد ما بنبدا نشتغل معاها سيشن و2 و3 تبدا تحل حاجات كتير جدا جواها، وتبدا تقول لي ايه ده، انا مستغربه ان علاقتي بقت بجوزي حلوه، مستغربه ان جوزي بقى بيديني مثلا مصروف البيت، الاول ما كان حارمني من كذا، بقى بيعمل لي كذا. لان اوقات كتير المشكله بتبقى فيا انا، بس انا مش واخده بالي. عشان كده مهم لو انت بتشتغل علاقات مع حد، انت ككوتش
تشتغل على الطرف اللي معاك وتخليه احسن حاجة في العلاقة. عشان كده لما واحدة بتيجي مثلا تقول لا انا خلاص انا زهقت انا تعبت انا عايزة اتطلق، طب تعالي بناخدها كده وبنبدأ نشتغل معاها. اول حاجة انا بشتغل معاها جلسة علاج بخط الزمن، ده رقم 1 للناس اللي كانت بتسألني بتعملي ايه في العلاقات. بشتغل معاها جلسة علاج بخط الزمن. يعني ايه جلسة علاج بخط الزمن؟ زي ما انا كنت قلت كده، علاج بخط الزمن هو ان احنا جوانا كلنا بوكس حلو، والبوكس ده بيتملي مشاعر، مرة بغضب مرة بغضب مرة بغضب مرة بحزن مرة بحزن مرة بحزن، فالبوكس ده بيتملي، البوكس ده بيتملي. فبما ان البوكس ده بيتملي، فانا النهارده البوكس مليان من جوزي، فالنهارده كل ما اجي افكر بحاجه بعقلانيه مش عارفه، لان كل المشاعر طالعه. ربنا خلق لنا العقل هنا والقلب هنا، العقل بنفكر بيه والقلب هنا. فانا دلوقتي قلبي مليان مشاعر مشاعر مشاعر، زعلانه من جوزي عمل كذا وكذا 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 وكذا، فالمشاعر وصلت لحد هنا. فنيجي نتكلم معاها نقول لها اعملي كذا، اقول لك لا كان بيعمل فيا وبيعمل فيا وبيعمل فيا. فاول حاجه انا بعملها مع اي حد، ببدا رقم 1 ان انا اعملها جلسه علاج بخط الزمن، فهدي المشاعر، فالمشاعر تبقى اهدى شويه، فنيجي نتكلم بالعقل. ولما نيجي نقول عايزين نتطلق، فبقول لها تعالي نعمل خطه ل6 شهور قدام، ما ينفعش ناخد القرار ده بين يوم وليله. واول حاجه في ال6 شهور دول ان انا ببدا اشتغل على نفسي، ببدا اصلح العيوب اللي فيا. تقريبا 80-90% تقول لك لا الحياه احسن بكتير وانا عايزه اكمل. ما كنتش مكتشفه ان المشكله فيا انا، ما كنتش مكتشفه في ان انا الام الناقده، الام اللي بتخنق على اولادها. كنتش مكتشفه ان انا اللي مركزه بس في ولادي وناسيه جوزي. كنتش مركزه ان انا نسيت اصلا نفسي. كنتش مركزه في كل الكلام ده كله.